في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هعمل الروتين بتاع النهاردة. هبدأ كده بهريسة الشطة. طبعا الهريسة اللي عندنا في الفريزر خلصت، فلازم نعمل هريسة على طول، ما نستغناش عنها في الفريزر. عندي قرون شطة، القرون الشطة ديت مولعة بجد، طعمها حلو قوي. وعندي ليمون وعندي توم والبهارات المشكلة اللي عندي. بعملها الأول في الكبة، علشان لو حطيت عليها الملح هتسرد المية اللي فيها ومش هتبقى حلوة، فالملح يتحط بعد ما تتفرم في الكبة. وهحط عليها طبعا الملح والبهارات اللي عندك، اي بهارات عندك بقى. انا عندي كان فلفل اسمر وكزبره وكمون، وعندي معلقه سكر صغيره ومعلقتين ملح حلوين كده. هعصر طبعا الليمون، وهجيب التوم، انا فرمت التوم معاه في الكب اصلا. هعصر عليه الليمون واقلبه ببعض واحطه في العلبه في الفريزر. دي في اي وقت تلاقيه عندك، مش محتاجه بقى كل شويه عايزه تعملي اي حاجه تضيع في وقتك. تاني حاجه بستخدمها مثلا في السمك، تحديقه السمك بتبقى حلوه قوي. بستخدمها طبعا في البتنجان، ده حاجة أساسية مفيش غنى عنها. في البتنجان جدا بتبقى جميلة جميلة جميلة، وهتفيدك كده في رمضان. عندك مثلا أكلة كده حرشة ولا حاجة بتستخدميها، فاستعدادا بقى رمضان نبدأ كل يوم نعمل أي حاجة. مش هنقف عند حاجة أو مش هنجمع حاجاتنا كلها فوق بعضها، ما نقدرش نسد بعدها. لا، كل حاجة كل يوم بعمل حاجة، بدل لما بقلب الشقة كلها على بعضها كده أو بعمل حاجات كلها مرة واحدة. بلاقي الدنيا كلها اتكركبت عليا ومبعرفش الم اللي انا كركبته خالص. فاتعودت بقى كده ايه، اللي انا مثلا النهارده المطبخ هغسل التلاجة، هعمل مثلا الغدا، هعمل مثلا هريسة شطة. بكرة مثلا هغسل الفريزر. ابدا كده يوم يعني كل يوم حاجة. بكرة الفريزر مثلا، وهعمل مثلا صلصة طماطم. هعمل حاجات تانية من اي تفريزات. يوم السوق طبعا بستخدم برضو التسويقة. مثلا ما بجيبش مثلا البسله، انا هفرز مثلا بسله رمضان، ما بروحش اجيبها كلها مره واحده اقوم حاطاها في الفريزر. يعني انا في بدايه البسله ما طلعت كان الكيلو ب25 جنيه، لو كنت جبتها كلها مره واحده بقى الوقت الكيلو ب15 جنيه. فاولا هتبقى مجهود عليك انك تفرزي كميه كبيره وتحطها في الفريزر، وفي نفس الوقت الاسعار بتنزل. فالوقت حاليا بجيب مثلا في السوق، بجيب التفريزات بتاعتي. مثلا النهارده هجيب بسله مثلا وبقيه الخضار، افرز شويه بسله احطهم للاسبوع اللي احنا نستخدمهم فيه، والباقي رمضان. وهكذا يعني مع كل الحاجات التانية كده. النهارده مثلا قلت النهارده هغسل مثلا البوتاجاز، وهغسل مثلا التلاجة، لان خلاص التلاجة عندي يعني كل اسبوعين كده بغسلها. بس لو لقيتها مثلا اخر الاسبوع لقيتها مش مظبطه بغسلها. فكل ما بتعملي حاجه كده تخلص من عليكي، استعداد رمضان احسن. رمضان بقى شهر العبادات، فوق مثلا الصلاه، الاولاد كده. لكن اما تلاقي كله عليكي بقى زي الايام العاديه كده، مش هتعرفي تعملي غير كده انك صايمه، فيبقى المجهود عليك كتير قوي. مسكت التلاجة هنا غسلتها، وغسلت الرفاف بعد ما نشفت وحطيتها. طبعا استعدادا بقى للتسويق ان شاء الله. التلاجة لازم كل يوم قبل قبل السوق برضو لازم افضيها واشوف ايه الناقص اللي عندي ناقصه، عشان ايه، اشوف هجيبها من السوق ايه. طبعا النهارده طبعا هغسل البوتاجاز برضو. البوتاجاز من ما بحبش احط مسحيق كتير، المسحيق والله بوظت لي العيون. فعن تجربه يعني، شويه بريل وسلكه ناعمه وهتغسليه وهتلاقيه بيبرق. برسيل جل، برسيل جل بيبقى حلو قوي. بحته سلك ناعمه برضو وهتلاقيه بيبرق برضو. لكن انك تحط بقى مساحيق كل شويه هتبوظ البوتاجاز والعيون، واسال مجرب اهو. تاني حاجه الحوامل بتاعه البوتاجاز. احسن طريقه لحوامل البوتاجاز انك تغسليها بجد والله عن تجارب كتير، انك تحطها في الفرن تسخن، او لما تسخن خالص تطلعها كده تمسكها وهي سخنه، وتلبسي بقى اي حاجه في ايديك علشان ايديك ما تتلسعش. وبعدين تمسكي بالسلكه والبريل وتضغط على طول على طول وتغسليها، هتطلع على طول 10/10. لكن انك تحك فيها وتجيبي مش عارفه ستريبس، لكن مش عارفه تجيبي تاني سترس قصدي. لكن هتجيبي، جربت المساحيق كلها ما نفعتش، هو تسخينها وغسيلها و10/10. النهارده بقى نعمل مقلوبه. طبعا جبت البطاطس، قطعتها مكعبات كده واديت لها لون سفاري، وجبت البتنجان. كان عندي هنا
4 دبوسات كده، فقلت نحطهم معايا هنا قرفة وحبهان، بس ما تنسوش الحبهان تشيلوه في الاخر. تاني حاجة جبت بقى بصلتين كبار كده وقطعتهم شرائح وحطيتهم، وحطيت البهارات بتاعتي على معلقة صويا صوص احطها دلوقتي، واقلبهم شويه كده اديلها تشويحه حلوه. دي معلقه صويا صوص تديلها نكهه حلوه، وهديلها تشويحه حلوه قبل ما احطها في الرز. هطلعهم كلهم، وفي نفس الحله هجيب فيها احط فيها بقى رص فيها الطماطم ترانشات على البتنجان على البصل بالفراخ على الرز اللي انا غسلاه. اكله سهله كده وكلها في حله واحده عشان ما تكلفيش حلل كتير. ان الواحد لو سحب حله بحله بيلاقي المطبخ اتزاحم، وبيلاقي المواعين ما تعرفش جت منين، والدنيا مقلوبه فوق في المطبخ. ازاي؟ ما تعرفيش، بطبق او حله او معلقه وتلاقي الدنيا كلها بقت اطباق وحلل ومعالق. فالحمد لله. المهم جبت هنا المقلوبه بقى حطيتها كلها، رصيتها فوق بعضها، وجبت الرز ورصيته عليه. طبعا هنا رز ابيض، فانا عايزه اخلي لونه اصفر، ودي رز عادي مش رز كمان بسمتي. فجبت هنا حوالي 3 كوبايات ميه، وحطيت عليهم مكعبين مرق، وحطيت عليهم اللون بقى اللي هو الزعفران، وحطيت الملح. ده زعفران بيخلي اللون اصفر، فهيديك لون حلو قوي للرز. تاني حاجه انا حطيتهم اهو بعد غليت الميه وحطيتها، وبعدين الميه مش مكفيه فزودت ميه، وعاملين المعيار العادي، وهسيبها على البوتاجاز براحتها. هيكتب بالشكل ده كده. بعد ما بردت طبعا، بعد ما نشفت وطيت عليها اترددت شويه، ونزلها على الصينيه بقى، وكان ما شاء الله يعني طعمها حلو. السلام